من وهو صغير كان شغوف جدا بالألعاب. قرر يتعلم مونتاج وبقى من أشهر صناع المحتوى في العالم. تعال أوريك يا صديقي إزاي تعمل صدى الصوت اللي أنت لسه سامعه من شوية. أول حاجة هتحط الصوت والفيديو اللي هتشتغل عليهم. حط الفيديو وحط الصوت بتاعه. بعد كده هسمعكوا الصوت اللي أنا هشتغل المفروض عليه. من وهو صغير كان شغوف جدا بالألعاب. قرر يتعلم مونتاج وبقى من أشهر صناع المحتوى في العالم. تمام كده الصوت قدامنا من غير أي صدى صوت. صوت عادي جدا. هنيجي عند الحتة اللي المفروض بنقول فيها في العالم، اللي هي الحتة اللي المفروض هتقفل فيها الفيديو عشان تبتدي مثلا الفيديو بتاعك، سواء انت عامل فيديو لشرح او عامل فيديو لحاجة عادية يعني. انت ودماغك يا صاحبي. هنيجي عند الحتة هنيجي عند الحتة الأخيرة اللي هي بقى أنا بقول فيها في العالم، بحيث إن احنا نجيب بداية الكلام اللي هنا اللي أنا هبتدي أتكلم فيه على آخر الفيديو، بحيث إن أنا أعمل صدى الصوت هنا. والخطوة اللي بعدها إن احنا بقى إيه، بدل ما نشتغل على الأوديو 1 هنشتغل على أوديو 2. وهقول لك ليه دلوقتي. ننزل الأول بالصوت، يبقى في الجزئية اللي هنعمل فيها صدى صوت هتبقى في الأوديو 2، والصوت العادي بتاعنا في أوديو 1. طيب هاشرح لك ليه أنا نزّلت الأوديو في أوديو 2، عشان ما تبقاش شغال وخلاص وأنت أكنك بتقول بتعمل خطوات أو بتكرر خطوات ورايا. لأ، أنا عايزك تبقى فاهم أنت بتعمل إيه. أنا بانزّلها في أوديو 2 لأن أوديو 2 هو الجزئية اللي أنا هاشتغل عليها إن أنا أعمل لها صدى صوت. لأن أنا لو عملتها في أوديو 1 على بعض كلها يبقى الفيديو كله أو الصوت كله هيبقى معمول له صدى صوت. إنما أنا عايز جزئية واحدة أو جزئية محددة، مش كل الصوت. بعد كده بقى عشان نشتغل على صدى الصوت أنت هتيجي عند الشرطتين اللي هنا دول وتدوس عليهم، وبعد كده هتيجي على الأوديو تراك ميكسر. طيب الخطوة دي ركّز فيها كويس جدًا عشان هي دي اللي هتفهّمك أنت هتعمل إيه. أنت هتيجي هنا هتتفتح طبعًا مش عارف ده إيه الشكل ده مثلًا لو أنت أول مرّة تتعامل مع Premiere. هتنزل لتحت. بُص بقى يا صديقي، هنا الجزئية دي مكتوب عليها audio 1 اللي هي هنا. فأنت دلوقتي أنت شغّال على audio 1. أنا مش عايز audio 1 لإن أنا هاشتغل على audio 2 عشان باش كُلّه معمول له صدى صوت، فأنا هاشتغل على الaudio 2 اللي هي دي. هنطلع لفوق. هتدوس على أي حتة في دول، سواء دي أو اللي بعدها أو اللي بعدها، أي حاجة كلّهم هيدّوك نفس النتيجة يعني. هتدوس عليها وبعد كده هتنزل على حاجة اسمها reverb. هتيجي عند reverb هتخش على studio reverb. هتدوس عليها وبعد كده تيجي هنا تدوس تَكّتين. بعد كده هتيجي هنا، هي دي اللي هتعمل منها صدى الصوت. هتيجي عند الDK وتروح معلّيها على الآخر. تمام. وممكن هنا تعمل room size إن أنت تعمل حجم الأوضة. تمام. عشان يبقى الصوت مثلًا تحسّه بيرن أو بيزن شوية كده، تحس إن هو في إيه، صدى صوت واقعي شوية. خلّيها مثلًا عند ال80. نكتبها هو 80 وكده تكون الدنيا تمام. من وهو صغير كان شغوف جدًا بالألعاب. قرر يتعلم مونتاج وبقى من أشهر صناع المحتوى في العالم. شُفت الصوت عمل إزاي؟ إحنا ممكن نعلّيها برضه إيه، الDB نعلّيه شوية. هتدوس على الخط ده كده وتعلّيها شوية بحيث إن أنت إيه، في الصدى الصوت يقوم رانن ويبقى الصوت أعلى من كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة وthank you.